عام 1919 قامت مظاهرة عارمة بكل أنحاء السلطنة المصرية، وكان المظاهرين بيطلبوا بالاستقلال عن الاحتلال البريطاني. المظاهرات كانت تحت قيادة حزب الوفد، وهو طبعا كان الحزب الأكبر والمنتشر أكتر في أنحاء مصر. وطبعا الحزب كان بقيادة سعد زغلول باشا، اللي هو طبعا كان في ساعتها في المنفى. وطبعا كان من ضمن المطالب طبعا هو رجوع سعد زغلول باشا من المنفى. طبعا المصريين نزلوا المظاهرات وكان معاهم علم بجانب العلم اللي هو الرسمي اللي هو علم السلطنة. العلم طبعا كان لونه أخضر وبداخله هلال وصليب. طبعا العلم مش محتاج تفسير، وهو بيعبر عن فئات الشعب المصري والتحاموا مع بعض. وطبعا الهلال بيمثل المسلمين، والصليب بيمثل المسيحيين. وكان طبعا شعار المرحلة ديت أو شعار المظاهرات هي الدين لله والوطن للجميع. بعد نجاح ثورة 19 وعودة سعد زغلول إلى الوطن، طبعا نظام البلد اتغير. وطبعا كان ساعتها السلطان فؤاد الأول تحول إلى الملك فؤاد الأول عام 1923. وطبعا العلم اتغير مع النظام. العلم كان بقى لونه أخضر وهلال وثلاث نجوم، وكان يسمى بالعلم الأهلي. اللون الأخضر اللي كان موجود في العلم المصري كان بيدل على الدلتا. أما الهلال والثلاث نجوم اللي كانوا موجودين في العلم، الهلال طبعا يرمز إلى أن مصر دولة إسلامية. أما الثلاث نجوم فطبعا اختلف فيها الأقاويل. في منهم بيقول أن الثلاث نجوم بيدلوا على المملكة المصرية وهي مصر والسودان والنوبة. أما في أقاويل أخرى بتقول أن الثلاث نجوم بترمز إلى الثلاث ديانات، هو الإسلامية والمسيحية واليهودية، اللي كانوا طبعا موجودين في مصر بذلك العصر. وتم طبعا صدور بالعلم ان هو علم رسمي للبلاد عام 1923، بعد طبعا ما صدر قرار عام 1922 بان مصر دولة حرة مستقلة، او مصر مملكة حرة مستقلة. طبعا العلم الاخضر فضل معانا فترة طويلة شوية، يعني تقريبا 29 سنة، من عام 1923 لحد عام 1952. وطبعا حضر معانا طبعا ورفعوا المصريين في مظاهرات كتيرة حصلت في الفترة ديت، يعني مثلا مظاهرات عام 1935، وفي برضه مظاهرات عام 1946. وطبعا رفعوا العمال والطلاب، والتف طبعا به جثامين او شهداء المصريين في طبعا هذه المظاهرات. وايضا برضه في معركة القناة سنة 51 وسنة 52، وطبعا المعركة الشهيرة اللي كانت بين الشرطة وبين قوات الاحتلال البريطاني. فضل معانا العلم الأهلي أو العلم الأخضر لحد عام 1953 طبعا، لأن الملك فاروق مشي عام 1952. لكن هو طبعا تنازل الحكم إلى ابنه، ساعتها طبعا كان الأمير أحمد فؤاد الثاني، وبعد كده طبعا بقى أصبح ملك. فضل معانا العلم الأخضر حتى عام 1953 تم بقى تغيير العلم إلى علم الثورة أو ثورة 23 يوليو. بعد ثورة 23 يوليو عام 1952 زي ما قلنا ان العلم الاخضر فضل سنه بعد الثوره طبعا، عشان الحكم اتنقل الى الملك احمد فؤاد الثاني. طبعا اتغير بعد كده بقى العلم لعلم التحرير او علم الضباط الاحرار. والعلم طبعا كان عباره عن اللي هو مشابه للعلم الحالي، هو احمر وابيض واسود. طبعا تم استخدام هذا العلم بعد 6 شهور من 23 يوليو. وكان طبعا ده علم رسمي بالنسبة لضباط الأحرار، وكان بيتحط جنبيه العلم الأهلي أو العلم الأخضر بتاع الملكية اللي هو الهلال والثلاث نجوم. وكان يتوسط العلم طبعا نسر بس عريض شوية، وكان لونه أصفر، وبداخله درع لونه أخضر بالهلال والثلاث نجوم الخضر، اللي هو طبعا العلم الأهلي أو العلم المملكة. العلم ده فضل معانا من عام 1953 لحد عام 1958. وطبعا من عام 1958 لعام 1971 طبعا تغير العلم المصري لمدة 13 سنة بعد إعلان الوحدة أو الفيدرالية بين مصر وسوريا. وتغير طبعا المسمى لجمهورية مصر العربية من جمهورية مصر العربية إلى الجمهورية العربية المتحدة. وأصبحت الجمهورية العربية المتحدة إلى إقليمين، الإقليم الشمالي وهي سوريا، والإقليم الجنوبي وهي تدل على مصر. طبعا اتغير العلم المصري واتشال النسر من العلم ويبقى الالوان كما هي، واتحط في النص نجمتين خضر وهم يدلوا على مصر
وسوريا. وطبعا فضل العلم ده يعني يمثل لمصر حتى عام 1971، حتى بعد الانفصال اللي حصل بين مصر وسوريا عام 1961. بعد وفاة الرئيس جمال عبد الناصر عام 1970 وتولى أنور السادات حكم البلاد، اتغير طبعا العلم واتشال النجمتين واتحط مكانه الصقر، لأن طبعا كان حصل اتحاد جديد اسمه اتحاد الجمهوريات العربية، وده كان بين مصر وليبيا وسوريا. لكن الاتحاد طبعا لم يكتمل، ولكن بقى العلم زي ما هو، العلم اللي هو الأحمر والأبيض والأسود وبداخله الصقر من عام 1972 حتى عام 1984. وهو طبعا العلم اللي خاض بيه الجيش المصري حرب عام 1973، واستطاع طبعا ان هو يعدي قناة السويس والضفة الشرقية، ويترفع العلم على قناة السويس، وإجلاء القوات الإسرائيلية من الأراضي المصرية. وفي 4 أكتوبر من عام 1984 اعتمد الرئيس السابق محمد حسني مبارك العلم طبعا اللي هو موجود معنا إلى يومنا هذا، وهو العلم الأحمر والأبيض والأسود وتوسطه العقاب، أو اللي هو نسر العقاب. والعقاب طبعا الموجود في العلم مصر الحالي، وهو طبعا كان رمز الدولة الأيوبية بين طبعا حكم صلاح الدين الأيوبي. وكده طبعا يبقى انتهينا من تاريخ العلم المصري، ويا رب اكون فدتكم باي معلومه، وان شاء الله هيكون في فيديوهات جديده ونتكلم طبعا على حاجات جديده. شكرا.